بعد المستوى الكبير الذي قدمه المنتخب المغربي في كأس العالم 2026، أصبح نجوم المنتخب محط أنظار أكبر الأندية الأوروبية. هناك لاعبون حسموا انتقالهم بالفعل، وهناك أسماء أصبحت على بعد خطوة واحدة من تغيير القميص، وهناك آخرون دخلوا في مفاوضات مع أندية عملاقة. مانشستر سيتي يقترب من موهبة مغربية ب85 مليون جنيه استرليني، أياكس يفاوض أوناحي، نيوكاسل يراقب الزلزولي، وميلان مهتم بإبراهيم دياز. فمن سينتقل ومن سيبقى ومن يمكن أن يفاجئنا في الأيام الأخيرة من الميركاتو؟ فلنبدأ من الصفقة التي أصبحت رسمية. إسماعيل الصباري واحد من أبرز اللاعبين المغاربة في السنوات الأخيرة. الصباري غادر PSV ايندهوفن وانتقل رسميا إلى بايرن ميونخ الألماني. النادي البافاري أعلن الصفقة بشكل رسمي، واللاعب وقع عقد يمتد إلى 30 يونيو 2031، وسيحمل القميص رقم 34. وهنا نتحدث عن خطوة ضخمة في مسيرة اللاعب. الصباري ليس مجرد لاعب جناح تقليدي، بل يستطيع اللعب خلف المهاجم، على الجناح، وحتى في مركز المهاجم، ويتميز بالمراوغة والقدرة على الضغط والتحرك نحو المرمى. والأهم أن بايرن لم يتعاقد معه بسبب مباراة أو بطولة واحدة، وإنما كان يتابعه منذ فترة طويلة. بل إن إدارة النادي أكدت أن الصفقة كانت نتيجة تخطيط طويل الأمد. والآن سيجد الصباري نفسه داخل غرفة ملابس تضم نخبة من نجوم الكرة العالمية. هل يستطيع الصباري أن يصبح لاعبا أساسيا في بايرن ميونخ، أم سيحتاج إلى بعض الوقت؟ أيوب بوعدي، الموهبة المغربية الشابة لاعب ليل الفرنسي، أصبح هدفا قويا جدا لمانشستر سيتي. التقارير الأخيرة تتحدث عن اقتراب النادي الإنجليزي من إتمام الصفقة مقابل حوالي 85 مليون جنيه استرليني. والأكثر جنونا أن بوعدي مازال في عمر 18 عاما فقط. مانشستر سيتي يرى فيه مشروع لاعب كبير للمستقبل، خاصة أن اللاعب يتميز بالهدوء تحت الضغط والقدرة على الاحتفاظ بالكرة والتمرير واللعب في وسط الملعب. والتقارير ربطت الصفقة أيضا بمستقبل الإسباني رودري، حيث يستعد مانشستر سيتي لاحتمال رحيله إلى برشلونة، وهذا يجعل صفقة بوعدي مختلفة تماما. السيتي لا يريد فقط لاعبا شابا للمستقبل، بل يرى فيه إمكانية أن يكون أحد أهم عناصر خط الوسط في السنوات القادمة. لكن إلى الآن الصفقة لم تصبح رسمية. إذا مانشستر سيتي يقترب، لكن الإعلان الرسمي ما زال لم يحدث. وإذا تمت الصفقة بهذا الرقم، فبوعدي سيدخل التاريخ كواحد من أغلى اللاعبين المغاربة على الإطلاق. عز الدين أوناحي، بعد المستوى الكبير الذي قدمه مع المنتخب المغربي في كأس العالم، أصبح لاعب جيرونا مطلوبا من عدة أندية، لكن النادي الذي تحرك بقوة هو أياكس أمستردام. تقارير تحدثت عن مفاوضات بين أياكس واللاعب وجيرونا من أجل إتمام الصفقة، لكن المفاجأة أن أياكس لم يعد النادي الوحيد المهتم. برشلونة دخل أيضا على الخط. التقارير الإسبانية الأخيرة تشير إلى أن برشلونة يدرس التعاقد مع أوناحي لتعويض الغياب الطويل لفرانكي دي يونغ، بينما يملك اللاعب شرطا جزائيا يقدر بحوالي 25 مليون يورو. وهنا بدأت القصة تأخذ منحى جديد. أوناحي أمام خيمة، والمنافسة على توقيعه مفتوحة. بلال الخنوس أصبح لاعبا دائما في شتوتغارت بعد تفعيل بوند الشراء من ليستر سيتي. النادي الألماني أعلن التعاقد معه بشكل نهائي، والخنوس وقع عقدا طويل الأمد حتى 2030. وفي موسمه الأول مع شتوتغارت قدم أرقاما قوية، حيث سجل 9 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات. لكن المفاجأة جاءت بعد ذلك. ظهرت تقارير تتحدث عن إمكانية رحيله عن شتوتغارت رغم انتقاله بشكل نهائي، والسبب اهتمام أندية أكبر، بالإضافة لرغبة اللاعب في مواصلة التطور والحصول على مشروع يناسب طموحاته. وتحدثت التقارير عن تقييم قد يصل إلى حوالي 60 مليون يورو. لكن هنا يجب أن نوضح، الخنوس ليس قريبا من الانتقال لنادي محدد بشكل رسمي حتى الآن. الأمر يتعلق باهتمام وعروض محتملة، وبالتالي شتوتغارت هو ناديه الحالي، والرحيل يحتاج إلى عرض ضخم.
والآن إلى الدوري الإنجليزي. عبد الصمد الزلزولي الجناح المغربي أصبح من الأسماء المطلوبة بقوة في إنجلترا. نادي نيوكاسل يونايتد يعتبر من أبرز المهتمين بخدماته، خصوصا بعد رحيل أنطوني غوردون، حيث يبحث النادي عن خيارات جديدة في الأجنحة، والتقارير تتحدث عن صفقة قد تصل إلى حوالي 50 مليون يورو. الزلزولي يمتلك السرعة والمراوغة والقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وهذا بالضبط ما يجعله مناسبا للدوري الإنجليزي. لكن ريال بيتيز لن يتخلى عنه بسهولة، لذلك إذا أراد نيوكاسل إتمام الصفقة فسيكون عليه تقديم عرض قوي جدا، وهنا يمكن أن تكون المفاجأة. هل سنشاهد الزلزولي في البريمير ليج؟ أما إبراهيم دياز فقد عاد إلى تدريبات ريال مدريد بعد نهاية كأس العالم، وتحدث عن رغبته في المنافسة على الألقاب مع النادي الملكي. وجود جوزيه مورينيو على رأس الجهاز الفني يجعل الموسم المقبل مهما جدا بالنسبة لدياز. اللاعب يريد الحصول على دقائق أكثر، لكنه في الوقت نفسه سعيد بالاستمرار في ريال مدريد، وبالتالي الأقرب حاليا هو بقاء إبراهيم دياز مع ريال مدريد. أما بالنسبة لنايف أكرد فقد عاد إلى الدوري الإسباني من جديد بعدما توصل ريال سوسيداد إلى اتفاق مع أولمبيك مارسيليا من أجل ضم المدافع المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. أكرد البالغ من العمر 30 سنة يعرف ريال سوسيداد جيدا بعدما لعب مع الفريق الباسكي خلال موسم 2024-2025 على سبيل الإعارة، وقدم آنذاك مستويات جعلت النادي يرغب في استعادته. الصفقة الجديدة جاءت في شكل إعارة لموسم واحد مقابل حوالي 4 ملايين يورو، مع خيار شراء بقيمة 11 مليون يورو حسب التقارير المتداولة حول الاتفاق بين الناديين. عودة أكرد إلى سوسيداد تأتي بعد موسم قضاه مع أولمبيك مارسيليا، حيث أصبح النادي الفرنسي منفتحا على رحيله قبل أن يتحرك ريال سوسيداد ويحسم الصفقة لصالحه. واللافت أن أكرد اختار العودة إلى المكان الذي يعرفه جيدا، وهو ما قد يساعده على استعادة أفضل مستوياته قبل الاستحقاقات القادمة مع المنتخب المغربي. بالنسبة لريال سوسيداد فالتعاقد مع أكرد يمثل إضافة قوية لخط الدفاع، خصوصا بفضل خبرته في الدوري الإسباني وقوته البدنية وقدرته على اللعب بالقدم اليسرى. أما بالنسبة لأكرد فالعودة للليغا تمنحه فرصة جديدة للتألق في أوروبا وإثبات نفسه من جديد كواحد من أبرز المدافعين المغاربة. كما حسم الدولي المغربي عيسى ديوب انتقاله لإبسويتش تاون الإنجليزي قادما من فولهام في خطوة جديدة داخل الكرة الإنجليزية. المدافع المغربي الذي يلعب في مركز قلب الدفاع سيخوض تجربة جديدة مع إبسويتش تاون بعدما لفت الإنظار بمستوياته مع فولهام والمنتخب المغربي. بلغت قيمة الصفقة حوالي 10 ملايين يورو، وعقد يمتد حتى صيف 2030. الهدف الحفاظ على مكانه مع المنتخب المغربي والتألق في تجربته الجديدة. انتقال جديد لمدافع مغربي في إنجلترا، وعيسى ديوب أمام فرصة كبيرة لإثبات نفسه. إذن ماذا لدينا حتى الآن؟ إسماعيل الصباري إلى بايرن ميونخ، انتقال رسمي عقد حتى 2031. أيوب بوعدي مانشستر سيتي، صفقة قريبة جدا وقد تصل إلى 85 مليون جنيه استرليني، لكن الإعلان الرسمي لم يحدث بعد. نايف أكرد إعارة إلى ريال سوسيداد. عز الدين أناحي أياكس أو برشلونة، منافسة قوية ولا يوجد اتفاق رسمي حتى الآن. بلال الخنوس شوتغارد يملك عقده حتى 2030، لكن اهتمام أندية أخرى قد يفتح الباب أمام رحيله. عبد الصمد الزلزولي نيوكاسل، اهتمام قوي وعرض محتمل قد يصل إلى 50 مليون يورو. أما إبراهيم دياز فهو مستمر مع ريال مدريد. والسؤال الآن، هل نحن أمام أقوى ميركاتو في تاريخ اللاعبين المغاربة؟ تخيلوا فقط، بوعدي في مانشستر سيتي، مناحي في أياكس أو برشلونة، الزلزولي في نيوكاسل. هذا ليس مجرد ميركاتو، هذا جيل مغربي يفرض نفسه على أوروبا، والأيام القادمة قد تحمل مفاجآت أكبر لأن سوق الانتقالات لم يغلق بعد. اكتبوا لنا في التعليقات من هو اللاعب المغربي الذي تتوقعون أن يقوم بأكبر صفقة.